مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. صيانة الطرق الداخلية لمدينة مصوع. تقديم شهادات تقديرية للمرافق الخدمية المميزة. جهود لتوسيع استخدام المواقد الخالية من الدخان في صنعاء. توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. ترامب يبحث مع الرئيس الصيني التجارة وتيك توك. وارتفاع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تقوم شركة أسبيكو للإنشاءات بصيانة شوارع مدينة مصوع المسفلتة. وأوضح مدير المدينة السيد حيلي أسفها أن الطرق أصابها التلف لمرور الشاحنات الثقيلة عليها وتعيق حركة السير والمرور. تشمل عمليات الصيانة طريق في منطقة كتمية والطريق المؤدي من باب 10 إلى الميناء وطريق قرقسم، كما تجري أعمال الصيانة الجزئية في الطرق الفرعية في طوالوت وداخل باصع. قدم قسم السياحة في الإقليم الأوسط الشهادات التقديرية يوم 17 من يناير ل 46 مرفق خدمي تميز بالخدمات الجيدة والنظافة العام الماضي. وقالت المدير العام للقسم السيدة ليا جبرابه إن البرنامج الجاري للمرة الثالثة يهدف خلق المنافسة بين المرافق الخدمية لتقديم خدمات أفضل للزبائن. وذكرت بأن اختيار المرافق الخدمية المميزة يحتاج مسح دقيق، لذلك تمت بتكوين لجنة من مكاتب الصحة والثروة السمكية ومهنيون. وأشارت إلى أن البرنامج سيشمل مستقبلا الأسعار والأخلاقيات والضيافة وغيرها من المعايير. حضر المناسبة وزيرة السياحة السيدة أسكالو منقريوس والمدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت تولد برهان ورئيس مجلس الإقليم السيد أبراهام سمري. أعرب مدير إدارة ضاحية محلاب في مديرية قلب عن الارتياح للخدمات الاجتماعية المقدمة. وأوضح السيد آدم حاج محمد نور وجود 4 مدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية تستقبل في العام الدراسي الحالي 1773 طالب منتظم، وفي برنامج عريوت بارتفاع 20% عن العام الدراسي السابق. وذكر بأن العيادة التي تقدم الخدمات لإدارتي ضاحيتي أيبابة ومحلاب خففت من المصاعب التي كانت أثناء الولادة خاصة، وساعدت غرف انتظار الحوامل المشيدة بالشعب لمتابعة الحوامل القادمات من القرى البعيدة الأوضاع الصحية عن قرب. وأشار إلى بناء خزان مياه و5 محطات توزيع المياه لحل مشكلة مياه الشرب الصالحة، ورغم ذلك فإنه يتطلب بناء السد لإيجاد الحل الدائم. من جانبه دعا المدير التنفيذي في إدارة الضاحية السيد ساميل يعبيو إلى حل النقص في الفصول الدراسية والأثاثات المدرسية، وضعا في الاعتبار ارتفاع عدد الطلاب والاهتمام بمشكلة سيارات الإسعاف والطريق غير الملائم من كرن إلى محلاب، والإسراع في إرساء خدمات المياه في قربة وكهرباء محلاب. تبعد منطقة محلاب مسافة 43 كيلومترا إلى الشرق من مدينة كرن حاضرة إقليم عنسبة. أفاد مكتب الزراعة في مديرية صنعاء أن الجهود تبذل لتوسيع نشر مواقد أدحنة الخالية من الدخان في المديرية، وذلك للحفاظ على صحة الأمهات والحد من استهلاك الحطب. وأوضحت مسؤولة التدريب المنزلي في المكتب السيدة فيدا صالح أن الكثير من الأسر تستخدم مواقد أدحنة إدراكا لأهميته. وقالت إن المواقد التقليدية تستهلك ب3 أضعاف من مواقد أدحنته، لذلك له دور كبير في اقتصاد الأسرة.
وذكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد يوهانس زكرياس أن اعتماد الطاقة في البلاد على الحطب والفحم تسبب في قطع الأشجار، مناديا لتواصل الجهود لتوسيع نشر مواقد أدحنة التي انطلقت في بعض القرى. وشرحت مستخدمات مواقد أدحنة قليلة استهلاك الحطب والخالية من الدخان الفوائد التي حصلنا عليها من الموقد، مناشدات الجهات المعنية لتوفير أدوات صناعة الموقد التي تشهد النقص. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وعبرا عن اتفاقهما بخصوص القضايا الإقليمية. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع بزشكيان في موسكو إن الاتفاقية مع إيران تعتبر اختراقا حقيقيا وتعطي قفزة نوعية للعلاقات المشتركة. وقال إن ما يهم البلدين هو تحقيق السلام في الإقليم، وأوضح أنهما يناقشان إمدادات الغاز الروسي لإيران، كما تدرس موسكو بناء وحدات جديدة للطاقة النووية في إيران. ومن جانبه اعتبر الرئيس الإيراني أن تنمية العلاقات مع روسيا تسير بخطى كبيرة، وأن اتفاقية الشراكة فتحت فصلا جديدا للتعاون بين الشعبين الإيراني والروسي، وتحدث عن رفع سقف العلاقات مع روسيا للوقوف أمام الإرهاب والعنف. ويتمحور اتفاق الشراكة الاستراتيجية على التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات الطاقة والبيئة والمسائل المرتبطة بالدفاع والأمن، وفق ما كشفت السفارة الإيرانية بموسكو. قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه ناقش هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضايا التجارة وتيك توك. ووصف ترامب المكالمة بأنها كانت جيدة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. وأضاف ترامب أنه يتوقع أن يحل مع نظيره الصيني العديد من المشكلات. وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ شارك في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وأعلنت بكين أن نائب الرئيس الصيني هان تشينغ سيحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل. وأيدت المحكمة العليا الأمريكية القانون الذي يلزم شركة بايت دانس الصينية بينغ ببيع تطبيق تيك توك أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة في ضربة قوية للمنصة التي يستخدمها نحو نصف الأمريكيين. سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، وفقا لبيانات المكتب الإحصائي الأوروبي يوروستات، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي. في المقابل، شهدت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ انخفاضا طفيفا، حيث قابل ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة والتبغ والكحول انخفاض في أسعار الأغذية غير المصنعة. وعلى مستوى أكبر اقتصادات المنطقة، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.8% في ديسمبر. ويعزى ارتفاع التضخم في ألمانيا بشكل رئيسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، إضافة إلى بطء انخفاض أسعار الطاقة. أما في فرنسا فقد تأثرت بعوامل اقتصادية مماثلة، مع مساهمة ارتفاع تعريفات الكهرباء في تفاقم المشكلة. أعلنت باكستان إطلاق أول قمر اصطناعي كهربائي بصري محلي الصنع في مركز جوشيان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين. وذكرت دائرة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن إطلاق القمر الاصطناعي الذي يحمل اسم AO1 يعد علامة فارقة في رحلة الفضاء الباكستانية، إذ يوفر فوائد لمختلف المجالات في باكستان.
وأضافت أن القمر يمكن أن يفيد في مجال الزراعة من خلال مراقبة المحاصيل وتقييم احتياجات الري ودعم مبادرات الأمن الغذائي، وفي مجال التنمية الحضرية من خلال تتبع نمو البنى التحتية وإدارة الزحف الحضري. وأشارت إلى أنه يمكن استخدام القمر كذلك في مراقبة البيئة وإدارة الكوارث وإرسال تحديثات عن الفيضانات والانهيارات الأرضية والزلازل وإزالة الغابات ومراقبة المعادن وحقول النفط والغاز وركود الأنهار الجليدية والموارد المائية. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بتذكير أهم وأبرز العناوين. صيانة الطرق الداخلية لمدينة مصوع. تقديم شهادات تقديرية للمرافق الخدمية المميزة. جهود توسيع استخدام المواقد الخالية من الدخان في صنعاء. توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران. ترامب يبحث مع الرئيس الصيني التجارة وتيك توك. وارتفاع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.